ازاي يكون عندك شخصية محبوبة، ازاي تكون مرغوب، ازاي الناس دايما يكون عندها شغف ان هي تعرفك اكتر واكتر واكتر ويفضلوا متمسكين بيك. ازاي؟ انا هدير ودي قناتي، ما ننساش ننزل نعمل لايك وسبسكرايب. اي حد عنده استشارة عاطفية او مش عارف يتعامل ازاي مع حبيبه او مش عارف يعمل ايه في قرار معين مش عارف ياخده، تمام، يقدر يتواصل على الانستجرام بتاعي هو دوت. يلا بينا بقى على الفيديو ده مليان بهاريز. عارفين يعني ايه بهاريز؟ يعني لو ركزتوا فيه لاخر دقيقة انا وعدكم، ولو نفذتوا اللي فيه انا وعدكم انكم هتكونوا شخصية فظيعة. معاكم هدير. لما تيجي تتعرف على انسان ما ينفعش انك تكشف ورقك، ما ينفعش تبين نقاط ضعفك. يعني ما ينفعش تروح تقول للشخص ده اللي تعرفت عليه اصلا انا ارتبطت قبل كده وانخذلت وجرحني وانا مش قادره ان انا اخش العلاقه دي عشان ما نجرحش تاني. انت كده عبيطه، انت كده بينتي نقط ضعفك، انت كده قلتي له على المفتاح اللي يجيبك الارض. ممنوع 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 تقولي على اي نقاط ضعف ليكي لشخص انت مرتبطه بيه. اسمعوا الكلام ده، انا عارفه انا بقول لكم ايه يا جماعه، انا مش تلميذه في المجال، يعني ما بحبش اشكر في نفسي بس انا عارفه انا بقول ايه. خلاص، ممنوع تقولي نقاط ضعفك للشخص اللي هو حبيبك او ايا كان علاقتك بيه ايه. ممنوع تقولي نقاط ضعفك عشان النقاط دي هيمسكك بيها بعدين ويلوي دراعك بيها. افهموا، انا بخاف من الخذلان، انا بخاف من انك انت تسيبني وتمشي عشان انا حصل لي قبل كده الموضوع دوت، والموضوع دوت انا بجد لو حصل لي انا ممكن اموت فيها. دي لو انا عملت فيها الحركه دي، لو انت مثلا عمل يعني رفضتي شيء هو بيطلبه منك مش كويس، هيبدا يدوس على الحته دي فيكي، تبداي ان انت بقى تتجنني. انت اللي اديتي له مفتاحك. كلامي للراجل برضه. خلاص، فنخلي بالنا قوي من احنا بنقول ايه وما بنقولش ايه. ما ينفعش واحده تيجي تقول لي، عشان في واحده جت في مره تقول لي في الاستشارات ايه، انا وهو واحد، هو عارف عني كل حاجه من اول ما بصحى من النوم لحد ما بنام، وانا كمان اعرف عنه كل حاجه، احنا مش بنخبي عن بعض حاجه. لا يا حبيبتي، لا يا قلبي، لا، لازم تخبي، لازم يكون في غموض، لازم انتي انسانه، يعني لازم تضمني الشخص اللي قدامك ده ما هو ممكن يقلب، لان في حاجه اسمها قلب. القلب ده جايه من التقلب. كل يوم بحال، الانسان كل يوم بحال بيخش في مودز معينه. مستحيل يسيبني، لا، ما هو اي واحده بتقول مستحيل يسيبني دي اكتر واحده بتتساب. انا خدتها، عرفتها تمام. اذا هنتعلم ان احنا مع اي شخص ما ينفعش ان احنا نشتكي. هي نقطه بقى الشكوى دي، ما نشتكيش، ما نصدرلوش طاقة سلبية. انا عارفة ان البنات لما بتيجي بتشوف راجل في حياتها، لما بيخش حياتها، لما بتصدق تقعد تقول انا خايفة من كذا وانا خايفة من كذا، وبتبدأ ان هي تكشف كل حاجة جواها ليه، وانتي ما تعرفيش الرجالة بتكون نيتها ايه. فلازم تكوني ذكية في العلاقة عشان يكون عندك شخصية جذابة. انت عايزة يكون عندك شخصية جذابة ازاي وانت اصلا ما عملتيش لده او ما اشتغلتيش لده او ما اشتغلتيش على نفسك لده؟ لازم ان انت تعرفي تتعاملي ازاي مع الاجناس اللي قدامك، الجنس البشري الاخر اللي زيك اللي هو الرجل، والرجل برضو لازم يكون يعرف ازاي يتعامل مع الجنس الاخر اللي هو الانثى، بان انت او انت ما تشتكيش في اول العلاقة بالذات. انا ما بشتكيش، انا شكوتك تبقى لنفسك لحد ما تعرفي ميته ايه الشخص ده. والله انت دخلت يعني تسلية وكده، مع السلامة، الحمد لله ما عرفش عني حاجة وما يقدرش يعمل معايا حاجة، ولا يقدر يمسكني من ايدي اللي بتوجعني، ولا يقدر يعمل معايا حاجة، فيلا مع السلامة، خلاص مش عايزاه، يغور في داهية. وبرضو نفس الراجل، برضو لو في واحدة برضو ما عجبتكش او كذا او كذا او فيها وفيها وفيها، يعني ليه الراجل بيبعد عن الانثى؟ لان هي لما بتيجي بترتبط بيه في الاول بتبقى كتلة اكتئاب، شخصية اكتئاب. الاكتئاب والزن والحاجات دي هي دي اكتر حاجة بتخلي الراجل يمل، متبقيش شخصية ملولة، تمام. اكتر حاجة الملل هو اللي بيفشل العلاقة. هتكوني شخصية جذابة عن طريق ان انت لما تيجي تكوني مع انسان متتكلميش، خليه هو يتكلم.
انت ليه بتتعلقي بيه وهو ما بيتعلقش بيكي؟ بتتعلقي بيه لان انت بتشوفيه ان هو بتفرغي اللي جواكي معاه، بتفرغي المشاكل، بتفرغي التعب، بتفرغي الحاجات اللي هي تعباكي معاه. فهو يعني انت قلبتي الآية، المفروض العكس اللي يحصل، لان احنا مصدر الاحتواء، احنا اللي بنحتوي، احنا اللي بنستقبل. خلاص. فانت لما تيجي تقعدي تحكي على مشاكلك ليه، تقعدي تقولي له انا فيا وفيا وفيا وتشتكي الشكوى دي طاقه سلبيه. لما انت في الاول بتصدريها له، وهو الراجل بيقعد يسحب منك الكلام، لان هو عارف ان انت يعني عارف ان البنت لما بتيجي بتشتكي وبتحكي عن اللي جواها بتتعلق بالشخص اللي قدامها، لان ان هي اوريدي عقلها الباطن بيبدا يفكر بان ده انا سلمت له كل الاسرار اللي جوايا اللي انا مش بحكيها لحد، هو لوحده عارفها. فبيبدا ان هو عارف ان انا عملت الحركه دي معناها ان هي تتعلق بيا، وهيبدا يوصل للهدف الخبيث اللي في دماغه. عشان كده عشان تبقي شخصيه جذابه، خليكي كده اللي هو ملكيش ماسكه، اللي هو انا ولا بشتكي ولا هنولك اللي ببالك ولا هتعرف عني حاجه. عرفيه رؤوس الاقلام. انا مش قصدي ان انت تبداي يعني تبقي خرصه في العلاقه، لا، انا مش بقولك تكوني خرصه، لا، انا بقول ان انت اتكلمي، بس اتكلمي على القد. بستغرب جدا من البنات في الشاتس، فن الشات اللي ما بينك وما بين الشخص، اللي الاقيها بتكتب جريده. والله العظيم والله العظيم انتوا بتعملوا عمايل سودا في نفسكم، وبتيجوا تعيطوا وبتقولوا انا ليه خسرت وانا ليه سابني. ما هو عشان انت بتعملي الحاجات دي بتخليكي تنزلي في نظره قوي، بتخليه يحس ان انت ميتة بتلهسي عليه. نقطة الجرايد اللي بشوفها في الشات، البنات اللي بتبقى بتبعت لي سكرين شوتس وبتبعت لي حاجات، تقول لي بصي دي اخر محادثة حصلت ما بيني وما بينها ما بينه، الاقيها باعتة جريدة من الصفحة مليها من فوق لتحت كلام. طب اقول لك على حاجة، والله ما بيقرا الكلام ده كله، ما عندوش وقت ان هو يقرا كل ده. بقى هو اصلا زهقان منك خلقة، هو اصلا زعلان. انت بقى راح ابعت له عتاب صفحه، تفتكري هيقراها؟ والله هيقرا اخر كلمه بس، هيقولك طب حتى بيرد عليك ازاي، ماشي بس اوكي. ده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ انا مش عايزه كذب يحصل. عشان كده من الاول لازم تكوني انت يعني خليكي مكانك، ما تعمليش حاجه، وده من الانوثه، ما تعمليش حاجه خالص. انا كل اللي انا اعمله لازم انا هتكلم معاك عادي، بس مش هتكلم عن حياتي الداخليه اللي انا حاسه بيها قوي، اللي هو الحاجات اللي هي فيها يعني احاسيسي ومشاعري والكلام ده خالص مش هتكلم فيه، مع ان هو هيجرجرك لده. بس تمسكي نفسك وما تتكلميش خالص في الموضوع ده عشان ما توقعيش، عشان تفضلي شخصيه جذابه. لان الراجل الحاجه اللي بتاكله ان هو عايز يعرف عنك كل حاجه، عايز يعرف مشاعرك تجاهه ايه. طول ما انتي بتقولي له عادي يعني انت فريندز، مش عارفه يعني حاسه ان احنا ممكن فيما بعد نكون فريندز او كلوز فريندز، هو مش عايز يسمع كده، هو عايز يسمع انا بحبك. انت لو نولتي له كلمه انا بحبك، اوه خسرتي كل حاجه. مش هتبقي شخصيه جذابه، مش هتبقي شخصيه مغويه عندها اغواء داخلي. فهمتي؟ زي ما انا قلت كلامي برضو يمشي على الرجاله، بس الرجاله اوريدي بيعملوا كده. يعني انا شهادتي مجروحه في الرجاله ليه؟ لان هم اوريدي عارفين الكلام اللي انا بقوله ده وبينفذوه اساسا. ما هي اكتر الاستشارات اللي بيجيني 85% ستات و15% رجاله. ليه الرجاله اقل من الستات في الاستشارات عندي؟ علشان الرجاله اكتريه الرجاله عارفه التكنيكس اللي انا بتكلم فيها دي، لان هم بينفذوها. تمام؟ اكتريتهم بينفذوها. فانا لما اجي الفت نظرك لحاجه زي كده لازم ان انت تنفذيها عشان تكون شخصيه جذابه. هو بيبقى شخصيه جذابه قدامك، يا واد يا تقيل، يا واد يا مش عارفه ايه، البت تموت عليه. ليه بتموت عليه؟ لان هو نفذ الكلام اللي انا قلته، كان تقيل، ما بيحكيش كل حاجه عن نفسه. تمام؟ برضو حته انك انت افصلي وقت، الموضوع ده مهم، النقطه دي مهمه قوي. لو عملتيها بفن وحرفنه شوفي ايه اللي هيحصل. وقت بعد ما تتعرفي على الشخص، في وقت المتعة افصلي المتعة. يعني ايه؟ يعني مثلا انتوا الاتنين بتتكلموا في التليفون،
انا بحاول اقول لكم امثال عشان الموضوع يكون ايه يعني مور تفهموا اكتر. انت بتتكلمي معاه في التليفون خلاص والحمد لله وبتضحكي وبتهزري وهي ومش عارفه ايه وايه الكلام ده، عايزاكي في ثانيه الا ثانيه في وسط الاستمتاع بالمكالمه انت وهو، طب بقول لك ايه معلش انا هقفل دلوقتي عشان بابا بينده عليا هكلمك تاني، تقفلي التليفون، ما تبعتيلوش رساله حتى، ما تكلميهوش. انت قلتي له انا هكلمك، ما تكلميهوش. انت باباكي ولا ده عليكي ولا حاجه، بس انت بتعملي انفصال للمتعه. هنا الطرف التاني يتجنن. دي تريكات بتعملها الرجاله بيعملوا كده، تمام. انت بقى عبيطه ليه؟ لان انت بتخشي في حته بتبقي ضحيه للي هو بيعمله. يعني ضحيه ان هو عارف ان انا لما اجي افصل المتعه اللي ما بيني وما بينها هي بتتجنن، بتبقى عايزه تاني، بتبقى عايزه كلام تاني، بتبقى عايزه. فانت لما انت تعملي الحركه دي اكد لك 100% ان هو اللي هيتعلق بيكي اكتر، وهو اللي هيفضل، وهتبقي شخصيه عندك اغواء داخلي، اغواء انثوي، تمام. بلس ان لازم تكوني بطيئه في ردود افعالك. يعني حته التوتر زي ما قلت في اول الفيديو، الابراج الناريه وانثى الجوزاء، مش هتكلم انا تعبت بقى. انثى الجوزاء والابراج الناريه لما بيبقوا عايزين حاجه بيبقوا بيتشالوا ويتحطوا، عايزين الحاجه تحصل دلوقتي سوري بوظت اللاب، في التو اللحظه، وده غلط. خدي وقتك، ما حصلتش خلاص، الدنيا مطرتش يعني، بالراحه، اهدي، مش كل حاجه في ساعتها، اهدي. انا عايزاه يكلمني دلوقتي، هو ما بيردش ليه؟ هو بيعمل ايه؟ شكله بيتكلم، شكله. انا بشوف بلاوي سودا من الابراج الناريه، بجد اكتر ناس بيتعبوني، والجوزاء، انثى الجوزاء والابراج الناريه بيتعبوني قوي، وبرضو انثى العقرب فظيعه. ما علينا. اهدي وخلي كل حاجه تاخد وقتها. انت هتعرفي هو هيرجع بطريقتك، هو هيرجع. يعني حته ان انت دلوقتي عايزه تعرفي عمل ايه، مش لازم، خلاص عادي، خلينا نتفرج على مسلسل هو راجع عادي، خليكي بارده خلاص. الموضوع ده مهم جدا، خليكي بطيئه في ردود الافعال، ما تبقيش عامله زي الراديو، دي مش انوثه. اوكي، اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات ان شاء الله. انا يعني لو حبيتوا الموضوع دوت برضو قولوا لي اعمل لكم جزء تاني. وكان معاكم هدير، باي باي.